مسا سلواي مسا ثنغلاف مسا نغلاف امدوكاليو تيمدوكاليو ثواشورت نتغمسا الزول في اللاون الواجب سير مديني ذي ولا ذي يفتي اسكا الوعد لا يتقص ما إلا وثا ديك مساكي تساور توكي فكان ذي فريوس العلامي وكنا ذي فلالي سيفريت اللي الى كوجا حمت الناس هذيك نفو الجزائري وكنا دي مكتي ان دايدا لاصلي ناس في البدايه ونديت بالقمع الذي تعرض له طلبة جامعة أكرم واحد الحاج بولاية البويرة. جو dénonce la répression des étudiants de l'université أكرم واحد الحاج de la ولاية البويرة اللي خرجوا متمسكين بهويتهم باش يأكدوا تمسكهم بهويتهم بثقافتهم بلغتهم الأمازيغية. ومتى حدث القمع بتاريخ 11 ديسمبر 2017 تاريخ الاحتفال بأحداث 11 ديسمبر 1961 تزورا فغير دوكاليو النواب او ذو الجزائري افتلو نتمازيغ او لا بوزيسيون كفار لي فافاس عفاين يشدن ارثالو في خمسة تاكين تمازيغ اكفار لي فافاس ذاك فاري النوغان غاف تمازيغ دي 63 واسمي دي توخلق انا الساعه منو غاف تمازيغ اما كليمتنا غاف توكدوث اما كليمتنا غاف تلي اما كليمتنا غاف في زرفان قمدان اما منو غنا غاف تمازيغ والزميرات الفرق غافو منو غنا غاف توكدوث غاف في زرفان قمدان غاف تلي غاف البلوراليزم غاف التعدديه اكفار لي فافاس وريقبل راه وريقبل راه اكنا تعدي ثالث التمازيغ ثار الفوت لا الفوت لا لي ريفيروندوم ونزمير انا نفوتي غاف الكويتنا ونزمير انا نفوتي غاف راسلنا ونزمير انا نفوتي غاف جديتنا ونزمير انا نفوتي غاف اللغنا ونزمير انا نفوتي غاف ليكزيستونسنا لا ذي نصليين دي ثمورتا تمازيغ ذا خميس ذا مكانيس تنصلي تينس. دونك نو افون ريفوجي رفضنا اي تصويت ومن غير المقبول ومن غير المعقول ان تعرض اي مساله متعلقه بالامازيغيه لاي تصويت او اي استفتاء. واؤكد اننا عده مرات في 2002 عندما تم عرض تعديل الدستور لادراج الامازيغيه كلغه وطنيه المجموعه البرلمانيه لحزب القوى الاشتراكيه رفضت المشاركه في التصويت لاننا الامازيغيه هي لغه وطنيه دون ان نصوت عليها فهي ثابت من ثوابت حقيقه من الحقائق لا يمكن لاحد تجاهلها. نفس الشيء في 2016 عندما تم تعديل الدستور لترسيمها لم نشارك كذلك لاننا لا نقبل ان نشارك في التصويت هل الامازيغيه لغه وطنيه او لا فهي لغه وطنيه ورسميه في الجزائر وفي كل البلدان المغاربيه. دونك تمازيغ يكون فاس كل تفرقنا لوبينيون بيبليك ناسيونال لكل الجزائريات والجزائريين الامازيغيه توحد ولا تفرق. الامازيغيه هي اسمنت الوحده الوطنيه سي لو سيمون دو لونيتي ناسيونال سي لو سيمون دو لا كونستركسيون مغربين هي اسمنت بناء الوحده المغاربيه. واليوم الشيء اللي نشوفوه في منطقة القبائل فمنطقة القبائل هي تعتبر القلب النابض للنضال الديمقراطي والنضال من أجل القضايا العادلة في الجزائر. ثمورة القبائل ذولوا من غف ثقدوث دي زرفان تللي دي ثمورة من الجزائر والذين ونحن نعتز في حزب جبهة القوى الاشتراكية باعتبارنا القوة السياسية الأولى في هذه المنطقة. On est fiers d'être la première force politique dans ce bastion des luttes démocratiques en Algérie. والذين يريدون استعمال منطقة القبائل لإشعال نار الفتنة ويريدون التموقع السياسي في المستقبل نقول لهم فأنتم مخطئون. الذين يريدون إشعال نار الفتنة في منطقة القبائل نقول لهم حذاري ثم حذاري ها وإذا كيبغانا الشعب نتيمس دي ثمورة القبائل أسليني ها باسكو ثمورة القبائل عزيزات مولاش تمازيغ مولاش تكذوت مولاش تيدلي ولاش. بالنسبه للقانون بس ما عندناش الوقت سيدة الوزيره الماده 2 من مشروع القانون تتعارض مع الماده 18 من احكام الدستور. دونك وان هذا القانون خالي من اي رؤيه باش مستقبليه باش يخرج ولا يطور القطاع. هي مجموعه من مواد تحت عناوين كان ممكن ادراجها في مجموعه من التنظيمات بين في الوزاره بين هيئتين اللي هي
مثلا